بسم الله. نبدأ مع بعض يا شباب. هاشرح قانون من قوانين كيرشوف وهو المِش. المرّة اللي فاتت أنا شرحت النودل. دلوقتي هنبدأ نرسم أول رسمة أو أول مسألة في الsheet بتاع النودل والمِش. دي ب8 أوم ودي ب2 أوم، دي ب5 فولت، والبطارية دي ب3 فولت، والمقاومة دي ب4 أوم. تمام. أول حاجة هنفرض الاتجاهات بتاعة التيار. مثلًا أنا هافرضه كده، وهافرض الاتجاه ده هافرضه كده. تمام. طيب إيه طريقة الحل أو إيه الاختلاف بينها وبين النودل؟ دلوقتي هنشوف مع بعض. أول حاجة إحنا بنشتغل على دايرة واحدة. يعني إيه بنشتغل على دايرة واحدة؟ يعني إحنا هنقسّم دي لدايرتين منفصلين عن بعض، دي ودي دايرتين منفصلين عن بعض. تمام. بس أول حاجة أنا هاشوف مكان سريان التيار. يعني مثلًا المقاومة دي المفروض داخل عليها I1. تمام. والمقاومة دي المفروض داخل عليها I2 حسب الاتجاه اللي إحنا فارضينه. ما هو التيار هيمشي كده، 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 ويبدأ يخش من هنا. تمام. ونفس الكلام هنا، التيار هيمشي كده، 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 ويبدأ يخش من هنا، أو هيبدأ من عند البطارية هنا ويبدأ يلف. تمام. المهم إن المثال واحد. والمقاومة دي، بالنسبة للمقاومة دي هيبقى داخل فيها طبعًا التيار بما إنه ماشي كده، فالمقاومة دي هيبقى التيار I1 داخل من هنا. تمام. والمقاومة دي برضه داخل عليها التيار اللي هو I2، بعد ما يلف كده هيخش هنا، هيبقى I2 هنا. تمام. نسيبنا من الكلام ده ونبدأ نطلّع أول حاجة المعادلة الأساسية اللي بنطلّع منها كل المعطيات. المعادلة الأساسية مبنية على الجهد بتاع الدايرة دي مثلًا. إحنا هنشتغل على الدايرة دي كمثال أول حاجة. تمام. طيب أول حاجة عندي البطارية دي ب5 فولت، يعني VA أول حاجة. تمام. وبعد كده عندي النقطة دي المفروض عندها جهد جديد لأن في مقاومة موجودة في نفس النقطة. تمام. وحاليًا هنكتبها V1. ماشي. طيب والنقطة دي عندها جهد جديد خالص ليه؟ لأن في تيارين زي ما قلنا على في الطرفين المقاومة دي. تمام. هنسميها وليكن VB. ماشي. طيب إيه موجب والّا سالب والّا هنحددها بناءً على إيه؟ بناءً على اتجاه التيار اللي أنا فرضته في الأول. هو هنا التيار ده ماشي، خبط في إيه؟ خبط في السالب، فتبقى سالب VA. تمام. بعد كده التيار ده هيكمّل كده، هيكمّل كده. هل كده إحنا ماشيين مع التيار والّا عكس التيار؟ إحنا ماشيين مع التيار، لإن إيه، هنا البطارية مطلّعة الموجب من هنا وإحنا فارضينه بالموجب من هنا، فالبطارية هنا أو المقاومة هنا هتبقى بالموجب. طيب النقطة دي بالنسبة لي هتبقى بالموجب برضه. ليه؟ لأنها ماشية مع اتجاه دوران الأسهم دي. الكلام ده بيساوي في الآخر صفر. طيب تعالَ نفُك الكلام ده. أول حاجة VA اللي هي كنا بنرمز بيها للفولت بتاع البطارية. الفولت بتاع البطارية ب5 فولت، وطبعًا هنا بالسالب، زائد V1 اللي هي عبارة عن I1 مضروبة في المقاومة اللي هي ب2. تمام. يعني هنفكها I1 في R1. VB اللي هي النقطة اللي بيبقى فيها تيارين على المقاومة دي، تيارين بيتقابلوا في المقاومة دي. تمام. هنفك الVB هتبقى في R2 مثلًا، R2 مضروبة في I1 ناقص I2 بما إنهم إيه، عكس بعض، تيارين عكس بعض. طيب دلوقتي بعد كده هنعمل إيه؟ هنبدأ الR1 دي معانا قيمتها صح اللي هي ب2، والR2 دي معانا قيمتها اللي هي بكام؟ ب8. طيب أول حاجة هنعملها إن إحنا نبدأ نبسط الكلام ده لأرقام. -5 زائد I1 اللي هي بكام؟ ب2، 2 I1، R1 هي تمام، زائد R2، R2 اللي هي ب8، 8 مضروبة في I1 ناقص I2. تمام. طيب بعد كده هنعمل إيه؟ بقى معانا معادلة. أول حاجة هندخّل ال8 دي نضربها جوّه هنا وهنا. تمام. -5 زائد 2 I1 زائد 8 لمّا تتضرب في الI1 هتبقى 8 I1 بالموجب طبعًا. 8 لمّا تتضرب في سالب I2 هتبقى سالب 8 I2. تمام. تمام. الكلام ده بيساوي إيه؟ صفر. بعد كده I1 وI1 نجمعهم على بعض، وال5
هنخرجها بره لأنها رقم. تمام، رقم لوحده مش جنبه رمز. اي واحد زائد اي 2 اي واحد زائد 2 زائد 8 اي واحد بكام؟ ب10 اي واحد. ال 8 اي 2 سالب 8 اي 2 زي ما هي. طبعا الخمسة سالب 5 لما تخرج بره هتبقى ب5. تمام، دي أول معادلة معانا، دي أول معادلة. طيب نجيب تاني معادلة ازاي؟ نرجع للدايرة الجزء ده. أول حاجة احنا فارضين إن التيار ماشي بالشكل ده. تمام، طيب أول حاجة لما السهم يلف هيخبط في ايه؟ في السالب بتاع البطارية. فهنقول برضو في مثلا دي بقى هتبقى في سي مثلا. ماشي، في سي سالب في سي زائد ايه؟ النقطة دي، وليكن النقطة دي هل هي في نفس الاتجاه؟ اه في نفس الاتجاه. فهتبقى آه بار ار 2 مضروبة في اي 2 ناقص اي 1. المرة دي ناقص اي 1. تمام، نكمل بقية المعادلة. في مقاومة هنا، مقاومة هنا ب4 داخل عليها تيار ب2 موجب طبعا، يبقى زائد في مثلا. انا هنا فكيت الفي. تمام، زائد في 3 مثلا. الكلام ده بيساوي ايه؟ صفر. تعالى بقى نفك الفي هنا والفي هنا. انا هنا فكيت الفي على طول، مش مشكلة. سالب في سي التيار الفولت بتاع الدايرة كام؟ ب3. 3 فولت. 3 زائد ار 2 اما تتضرب في اي 2 واي 1 اللي هي ار 2 اللي هي بكام؟ ب8. اي 2 ناقص اي 1 زائد في 3. في 3 اللي هي ايه؟ كانت اي 2. اي 2 مضروبة في 4 او، هتبقى 4 مضروبة في اي 2. الكلام ده بيساوي صفر. تمام، تمام. بعد كده 8 هتتضرب في الاي 2 مرة وفي الاي 1 مرة، والتلاتة هتخرج بره لأنها رقم لوحده. تمام، تمام. 8 في اي 2 8 اي 2 ناقص 8 في اي 1 سالب 8 اي 1 اهو. تمام، تمام. زائد 4 اي 2. الكلام ده بيساوي 3. ليه؟ السالب 3 لما تخرج بره هتبقى بعكس الإشارة. بعد كده 8 و4 12 اي 2 ناقص 8 اي 1. الكلام ده بيساوي 3. تمام، دي المعادلة التانية. قدامك دلوقتي حلين. أنا معايا معادلتين، أدي المعادلة التانية وأدي المعادلة الأولى. معاك دلوقتي حلين، يا تجيب واحدة معلومات التانية، يا تصفي المعادلتين مع بعض. طيب أعمل دي إزاي وأعمل دي إزاي؟ أو ممكن تحلهم على الآلة. عندك 3 حلول للمسألة دي. طيب أنا ممكن نجيب واحدة بمعلومات التانية إزاي؟ مثلا هقول إن 10 أي 1 وأخرج سالب 8 بره، فهتبقى 10 أي 1 5 زائد 8 أي 2. تمام، ده بيساوي ده. وهنقسم هنا على 10، هتبقى أي 1 تساوي 5 زائد 8 أي 2 على 10. تمام، بعد كده تيجي تعوض في المعادلة هنا. 12 أي 2 تنزل زي ما هي، ناقص 8 أي 1 كنا جبناها بكام هنا؟ أي 1 ب5 زائد 8 أي 2 على 10. هتكتبها زي ما هي في 5 زائد 8 أي 2 على 10. الكلام ده بيساوي كام في الآخر؟ بيساوي 3. وتحط الكلام ده على الآلة. ال أي 2 دي هترمز لها بإكس وتطلع الناتج. هتطلع الأي 2 تساوي ب1 وربع. تمام، دي أول حاجة. وعن طريق طبعا المعادلة اللي أنت كاتبها هنا هنعوض مكان الأي 2 ب1 وربع. تمام، فهتطلع الأي 1 بتساوي 1 ونص. كل ده على الآلة. أو ممكن تحلها بطريقة المعادلات على الآلة. هنزل لها فيديو، هجيب فيديو من على اليوتيوب ونزله. تمام، المسألة باختصار أنت هتجيب الدايرة اللي قدامك وتخليها على شكل فولت بالطريقة دي. يعني كل الفولتج كل النقط اللي فيها فولتج متغير في الدايرة بتحطها. تمام، وبعد كده بتحول الفولتج ده لاي في ار، وبعد كده تفك القيم للقيم اللي موجودة قدامك، قيم المقاومات. تمام، وبعد كده بتبدأ تكون المعادلة دي.
بتصفي يعني تكون معادلة من هنا وتصفيها على المعادلة دي، تمام؟ ونفس الكلام بتعمله بالظبط الناحية التانية، بتطلع الفولتج، النقط اللي متغير فيها الفولتج في الدايرة، وبعد كده بتصفي الكلام ده لاي في ار، وبعد كده بتبدأ تكون المعادلة اللي موجودة قدامك، تمام؟ طيب هو دلوقتي طالب حاجة تاني؟ اه، حاجة بسيطة قوي. انت جبت الاي واحد وجبت الاي اتنين، تمام؟ بس انت ما جبتش الحتة دي كده، المقاومة دي داخل فيها تيار قد ايه. هتيجي عند اي معادلة انت كنت عاملها، مثلا وليكن دي، طب هتعمل ايه؟ دقيقة واحدة. اول حاجة هتقول اي واحد ناقص اي اتنين، تمام؟ ده بالنسبة للمقاومة 8 اوم. اي واحد ناقص اي اتنين، هتقول 1.5 ناقص 1 وربع. الكلام ده هيطلع بكام؟ ب25 من 100 أمبير. أو ممكن تعوض في المعادلة التانية اللي هي كانت اي اتنين هي اللي ناقص اي واحد، الكلام ده بيساوي 1 وربع ناقص 1.5، هيطلع لك بكام؟ بسالب وربع، سالب ربع أمبير. طب يعني إيه سالب؟ هو في تيار بالسالب؟ ليه الاختلاف؟ ليه هنا ربع وهنا سالب ربع؟ السالب ده بيحدد الاتجاه، معناها إن أنت كنت فارض الاتجاه غلط، المفروض يتفرض أو التيار ماشي عكس الاتجاه اللي أنت فرضه.